ميدان تقسيم، منظر جميل جدا في تركيا. لهذا تبدو تركيا بهذا الشكل. في هذا التمثال في ميدان تقسيم، هذا في منتصف ميدان تقسيم. البارحة وصلت إلى الهوستل، وصلت متعب الأمطار، فلهذا نمت مباشرة. فلهذا سامحوني جدا لأنه ما قدمت لكم حتى فيديو أو حتى كلمة. فلهذا اليوم راح نعوضكم ونمشي اسطنبول على الأقدام ونشوف كل شيء مع بعض ونكتشف هذا المكان بإذن الله. فلهذا بقوا معي للأخير باش تشوفوا كل مناطق اسطنبول الجميلة. لهذا قررنا أننا نقتصدوا شوية المال ونمشيو شوية على أرجلنا باش نسافروا أكثر ونزوروا مدن أكبر من مدن تركيا. فلذا تبقى تركيا هي المكان الأفضل للسياحة، فيها الكثير من الأشياء اللي تقدر تشوفها تقدر تستمتع بها. مثلا آيا صوفيا، فيها أماكن عديدة، مثلا ميدان تقسيم، كاين شوارع تقسيم جميلة جدا، فيها أحدث الموضة، فيها أسواق شعبية، فيها الكثير من الأشياء اللي ممكن نجربها هنا في تركيا. فلهذا تبقى تركيا الخيار الأول بالنسبة لنا كجزائريين. لكن في مدن أخرى، لكن أنا نحكي على المدن اللي نزورها في تلك اللحظة. مكان مزدحم جميل جدا في قلب تقسيم، عمار بالستايل الأوروبي في ميدان تقسيم. وأنت تزور تقسيم ما راح تمل من مشاهدة الأحياء، مشاهدة الناس، مشاهدة الماركات العالمية الموجودة هنا في ميدان تقسيم. فلهذا تبقى دائما مستمتع بشكل رائع. الكافيهات هنا موجودة بكثرة، كل شيء تحتاجه في تركيا موجود. ممكن في حي واحد تشتري كل شيء وتعود للمنزل مباشرة. أما الغلاء غالية جدا. تركيا من أغلى الأماكن، أو نقصد بالتحديد اسطنبول، فهي غالية جدا. نحن جربنا الحافلة فقط، لكن راح نجرب الكثير من الأشياء الثانية وراح نشوفها إذا ممكن أنه تكون مناسبة لنا أو لا. لكن نحن في الأخير راح ندفع الأموال هذه، راح نشتري، راح نستمتع بالأشياء الجميلة، ما راح يهمنا شيء، لأنه احنا جينا باش نزور ونكتشف المكان. فلهذا راح نضع كل أموالنا في هذا الشيء. أماكن راقية، بس طبعا حتى السعر ما راح نتحدث عنه الآن، السعر بيكون غالي جدا. الأحياء تركيا فيها الكثير من راح تستمتع، يعني تستمتع وأنت بتزور تركيا في كل شارع، وأنت تستمتع بالنظر إلى كل مكان. هذا الشيء يخليك أنك تكون مرتاح، تكون مستمتع بتجولك في تركيا، خاصة اسطنبول نقصد. لكن كل شيء غالي، الغلاء غلاء 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 الروح. لهذا تبقى تركيا أو اسطنبول بالضبط من أغلى الأماكن. كل الجنسيات موجودة في هذا المكان، كل الجنسيات، ألمانيين، مغاربة، جزائريين، صينيين، كوريين، كلهم موجودين في اسطنبول، لأن المدينة رقم 1 في السياحة في تركيا. مكان والله جميلة جدا اسطنبول، فقط الغلاء. لو كانت رخيصة قليلا فقط كنا استمتعنا أكثر. يا اسطنبول ماذا فعلت بنا؟
لاحظت شيء في اسطنبول أو في تركيا عموما، أن القطط تتربى هنا بشكل كبير، لأنه موجودة كثيرا القطط، فلهذا تشاهد القطط في كل مكان في اسطنبول. لهذا تبقى هذه المدينة يعني هم من أكثر محبين للقطط في جميع الأحوال يعني. كل دقيقة بتلاحظ شيء جديد في اسطنبول، يعني اسطنبول مدينة التنوع، كل مرة تجد شيء متنوع على الثاني، كل مرة تجد جامع، كل مرة تجد سوبر ماركت مختلف على الثاني، كل مرة تجد محل مختلف عن الثاني. فلهذا تجد كل الأشياء المتنوعة هنا في تركيا. لاحظت قطة سكيوت. قطة مستمتعة بالجو، قطة مستمتعة بالجو في تركيا، وأنت موجود في الجزائر، تعال إلى تركيا. لكن والله القطط منتشرة بكثرة هنا في اسطنبول. لو ضربت قطة ممكن تتعرض لضرب مبرح، لأن القطط هنا يحبونها بشكل كبير جدا، لا يسمحون بضربها، لا يسمحون بأي شيء من أنواع ضرب الحيوانات، وخاصة القطط والكلاب. لكن القطط يستمتعون بها بشكل كبير جدا، ويربون القطط هنا. ما بعرف هذا اسم الجامع، هذا جامع، لكن ما بعرف الاسم، ما أعرف اسم الجامع، لكن راح نكتشف اسم الجامع الآن. كان في بالي إنه هذا جامع، لكن هذا ليس جامع، بل هذا مركز تبهانة للفنون والثقافة، يعني هذا مركز كأنه جامع. هذه الصورة معبرة جدا، لكن شو معناها؟ ممكن هو هوتيل، عجبني هذا ستيل من المطعم، جميل جدا. حتى المنيو بالليرة موجود. لاحظت في هذا الشارع انه موجود بكثرة هذه الرسومات هيروغليفية، هون جميلة جدا. هذا المحل يبيع لوحات مرسومة. تركيا مدينة التنوع، فيها كل شيء. لن تمل في تركيا، لن تمل في اسطنبول أبدا. على طول الطريق تجد محلات، تجد كوفي، تجد كل شيء. كوفي شوب موجودة بكثرة، محلات ملابس، الماركات العالمية، براندات، والكثير من الأشياء موجودة بكثرة. كل دقيقة، كل بين شارع وشارع تجد محل، يا إما يكون محل للملابس، يا إما يكون محل للكافي شوب، يكون محل مطعم، أي شيء. محل لبيع الضامة أو ما يسمى بالشطرنج. واو، شطرنج متنوع. هذه مصنوعة باليد. محل خاص بالشامبوهات والصابون. صابون مصنوع بالخزامة، بأي شيء موجود هون عنده. عجبتني كثيرا اسطنبول، عجبتني كثيرا. لا أستطيع الكلام. جميلة جدا تركيا، جميلة جدا. وأخيرا وصلنا إلى جسر غلطة، متواجد في هذه الناحية. Thank you.
هذا جسر غلطة، 30 متر أو 50 متر بنوصل على جسر غلطة. لكن نمر من الجهة الثانية لنذهب لهذا المكان يجب أن ننزل من هاي الطريق. هذا كله موجود تحت الطريق، يعني للعبور للجهة الثانية لازم تهبط تحت الطريق لا تمر الجهة الثانية لجسر غلطة. قطط مع أولادها تحت الجسر. لهذا أنا أخذكم معي باش تستمتعوا بالمكان أكثر وتشاهدوا أكبر قدر ممكن من الأشياء الموجودة في تركيا. إلى حد الآن أنا راضي على الرحلة إلى اسطنبول، راضي جدا 100% راضي، لكن لا يزال الطريق طويل، ربما نجد أشياء أحسن وأفضل من ما رأيناه قبل. هذه هي العبارات اللي تأخذك رحلات ساعة، ساعتين، ساعة ونصف في البوسفور. لهذا راح تكون في رحلتنا الجاية إن شاء الله. الجوامع في كل مكان، الجامع الأزرق، آيا صوفيا كلها، جامع توبوكالي كلها موجودة في خط واحد. واو جميل جدا. عندما ترى تركيا تنسى الماضي والحاضر. واو جميلة جدا تركيا. في هذا البرج تجد العديد من الصيادين يصطادون السمك على طول الجسر، يصطادون كميات كبيرة ممكن لبيعها أو لأكلها. هذا الحاج اصطاد كثير من السمك. على طول الجسر موجود ناس بيصطادوا، حتى الصحافة موجودة. الصحافة الألمانية. هو الجسر مو طويل كيف، فيه ممكن كيلومتر ممتد على ساحل البوسفور بين الضفتين، الضفة الآسيوية والضفة الأوروبية. What name? Look, Chinakop is Savrit. Chinakop is Savrit. Tirana problem. Okay. سافرد، اسمه سافرد، ما عرفت اسمه، هذا اسمه نافرد، ما فهمت. المهم اصطاد كمية كبيرة. مبروك عليه. باي. سألته على اسم الحوت، قال لي سافرد بيرانا بروبلم، ما فهمت. الأتراك مع الإنجليزية لا يتكلموا، هم يحبون لغتهم أكثر. هاي العبارة ممكن ما بعرف، نفايات، ممكن تنقل النفايات. أول فيديو لي في تركيا، أنا مستمتع جدا، راح يكون فيديو جميل جدا بالنسبة لي، يعني كبداية جميلة جدا ورائعة في نفس الوقت. وتزور تركيا، اسطنبول، وفي مدن أخرى راح نزورها. لهذا استعدوا واربطوا الأحزمة، لأنه راح تشاهدوا محتوى بإذن الله يشرف. هذه قوارب بالرحلات اللي خبرتكم عنها. في العديد من القوارب
لكن نفس الشيء، نفس الموضوع يعني. رحلات إلى في بحر البوسفور. Yalıları, sarayları, camileri ve boğazın ويتكلمون كل اللغات يعني. denizden ve çok yakından görmek isteyenler için تحجز رحلتك في القارة في البوسفور، فيأتي معها يأتي معها كما يقولوا الترجمة، ترجموا لك الرحلة من العربي لكل اللغات تقريبا. هذا هو الجامع الجديد في تركيا، هو من أكبر الجوامع الكبرى يعني في تركيا. أكثر شيء أن القبة الزرقاء زادت في جمال هذا المسجد. المساجد في تركيا واو، لا تستطيع تخيل جمال هذه المساجد وأنت بالقرب منها. مئذنة طويلة جدا وجميلة، يسمى المسجد الجديد. واو. أنا أحب الأماكن التاريخية أكثر، لأن هذا مكان تاريخي بامتياز. أول 24 ساعة راح تكون تحفة في هذا المسجد. يتوسط هذا المسجد، هذا البناء ممكن هو للوضوء، لا أعرف. هو كبير جدا، لكن في الكاميرا يبان صغير قليلا، لكن هو كبير جدا 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 من فوق. يجب نزع الحذاء للدخول للمسجد، ثم الدخول للمسجد. هذا المسجد الجديد لتركيا. واو، تحفة معمارية. واو، ستايل الكتب جميل جدا. هذه أكبر بلورة في العالم. واو، كبيرة جدا ممتدة على كل الجامع. ستايل القبب روعة. والله المكان يستحق القدوم. هذا المسجد الجديد في تركيا. الدخول للمسجد الجديد يجب نزع الحذاء هنا، ثم الدخول للجامع. صراحة المكان جميل جدا.
هنا يشرح اللبس. لا تدخل باللباس الصيفي، ادخل بالسروال. No, that's good. هذا هو السوق المصري، تجد فيه كثير من العرب، حلويات، أنواع البهارات، أشياء تقليدية، الحلي. هذا ألماس يمكن. هون ملابس الفضة. سوري. هاي الحلويات. تذكاريات. حرفيا السوق المصري فيه جميع أنواع التحف والأكل والحلويات. هذا الذهب، ورود، جميع أنواع الورود. فيه الكثير هنا في السوق المصري، مبهر. كل الأشياء موجودة هنا في السوق المصري. واو واو. السوق المصري كبير جدا، يمتد على طول على شكل حرف ال، فلهذا هو طويل جدا السوق المصري. يعني السوق المصري مختص أكثر بالحلويات، بالحلوى المشكلة هيك يعني. نحن الآن في الطريق. جميع الجنسيات موجودة هنا في السوق المصري. جميع الجنسيات، ألمان، روس، عرب، جزائريين، الكل يأتي لهذا السوق لأنه مكان سياحي، أصبح مكان سياحي بامتياز. ربما هذا مكان الخروج. نخرج الآن من هذا السوق، فقط فيه الأكل والحلي وملابس تذكارية، ما في يعني شيء مبهر جدا، لكن يبقى سوق خاص بالنساء أكثر. خرجنا في سوق آخر لكن ليس مثل السوق المصري. السوق المصري أكثر. هذا سوق للملابس، كل حي مختلف على الحي الثاني. هنا تجد مزيج بين الأسواق. كل سوق مختص. السوق المصري مختص بالحلويات والتذكاريات والحلي أكثر للنساء ومحبي الحلويات فقط. أما هنا فللملابس والأكل.
في هذا الشارع، هذا شارع ثاني فيه إلا الملابس النسائية بكثرة، قماش فقط للنساء موجودة هنا. هذه ملابس نسائية هنا. سوق الملابس حرفيا. Yazın, kışın هذا قميص بولو ب400 ليرة. هون 250 ليرة. هذا رخيص جدا 250 ليرة. ملابس طبق الأصل. هنا يظهر التحدي الحقيقي في الأحياء المرتفعة، لهذا عليك بالرياضة. في هذا برنامج تركي تستأجر فيه هاي السكوتر. والآن نأخذكم في مسجد آخر من نوع آخر، هو مسجد السليمانية. تحفة معمارية، جميل جدا. هذا المسجد السليمانية يعتبر كأيقونة في المساجد. مسجد جميل، حتى المكان الموجود فيه هو مكان جميل جدا. ناخذكم تشوفوا من الداخل كيف هذا المسجد. واو، كل مسجد أجمل من المسجد الثاني، منبهر بهذا المعمار الجميل جدا. المسجد كبير جدا، يعني كبير لدرجة لا تتصورها. هذه المقبرة، يمكن مقبرة المسلمين. هذه كلها مقابر للمسلمين. في الكثير من الغربان في هذا المكان. مكتوب ما فهمت هذه الكلمة. السيد محمد الصديق باكاك نرفاتح مكتوب. هذه كلها قبور. هذا ضريح سليمان القانوني.
هذا موجود في جامع سليمانية. يبدو كمعلم يأتي إليه السياح، وهو قبر أو ضريح سليمان القانوني، ربما وعائلته في هذا المكان، كأنه مسجد. وهذا حريم السلطان، يعني زوجات السلطان، نفس الضريح لكن فيه زوجتان ربما. هذا حريم السلطان، السلطان سليمان القانوني. في ثلاثة. حتى الحدائق في هذا المكان على شكل ستايل الأوروبي، حتى في شكل الحدائق ستايل أوروبي بكل معنى الكلمة، لكن الطابع الإسلامي مع الطابع الأوروبي. تحفة 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 في المعمار. والجامع يطل على بحر البوسفور. بحر البوسفور كله ممتد حتى برج غلطة. هون برج غلطة، واو جميل جدا. حرفيا لن تمل بمشاهدة هذا الجامع الجميل جدا. تقريبا جامع واثنين أضرحة، واحد ضريع لسليمان القانوني وأبنائه وأبوه، يعني كلهم مع بعض، والثاني لحريم السلطان، يعني بنته أمه أخته. خدمة استئجار سكوتر في تركيا موجودة بين اسم بين. لهذا تشترك في البين الدفع الإلكتروني، تجي هنا تاخذ الباركود وتدفع وتروح. موجودة على طول الطريق، غير معرضة للسرقة. هذه هذه أيضا دراجة كهربائية ثانية للاستئجار. هون 2 سكوتر على طول الطريق، موجود علامة بين لتأجير السكوتر. سكوتر كهربائي طبعا. حتى في الطريق موجود 2 سكوتر. هون 4، 2 سكوتر سقطوا. لازم علينا ناخذ الانرجي. الشيكولا مفيدة جدا، تعطيك واحد الانرجي ما شاء الله باش تكمل طريقك وما تتعبش وما تعيش. لذا خلينا نضرب شوية انرجي. اوه جود. هنا يبيعوا ملابس أطفال، ملابس رجالية، وتعتبر رخيصة جدا.
تعتبر رخيصة بالنسبة للجودة، جودة جيدة جدا الملابس التركية. على طول الشارع متواجد المحلات، محلات بيع الملابس والأحذية، الحقائب، كل شيء متواجد في هذه المنطقة. ملابس جيدة نوعا ما. هذه ساحة كبيرة جدا، هذه الساحة ساحة كبيرة جدا. هذه هنا دائرة عسكرية، الدائرة العسكرية. هذا مسجد آخر، هذا مسجد آخر، يعني نفس المنطق، نفس الستايل تقريبا، نفس الستايل. هذا الجامع نفس الستايل الجامع اللي شاهدناه سابقا، نفس الشيء، يختلف فقط مفهوم داخلي ممكن يختلف. الجو اليوم مغيم جدا في اسطنبول، لكن المهم لا توجد أمطار، وهذا هو الشيء الوحيد الجميل جدا. نحن ندخل للبازار الكبير. هذا أكبر قليلا من السوق المصري، لكن هذا السوق فيه الذهب، يعني سوق مختص في الذهب أكثر، في الديامونت، في كل شيء، في الألماس، في أي شيء فيه ثمين موجود هنا في هذا البازار. اسمه البازار الكبير، وهو كبير جدا، يعني يمتد لمسافة كبيرة جدا جدا جدا. كل سوق مختلف عن الثاني. هذا مصنع لتصوير الناس يلبسون مثل الملوك ويتصوروا في ذاك المكان. هكذا تعيشوا معي رحلة والتجارب معي، هكذا تعيشوا معي تجربة السفر كما أشاهدها بعيني. هذا المحل خاص بالنساء، وهذا خاص بالنساء. دخلنا للمحل الخاص بالنساء. هاي الحلي مشهورة جدا في تركيا، خاصة بالعين الحسد. هذه كلها مجوهرات. سوق عامر بالمجوهرات. الساعات، العلم التركي يرفرف في هذا السوق. والآن الخروج.
اسم هذا المسجد هو مسجد النور، مسجد النور العثماني. القطط كما قلت لكم سابقا، القطط موجودة في كل مكان، في كل مكان موجودة هذه القطط. هذا المسجد يختلف عن المسجد الثاني، فقط لا توجد في المنتصف. هذا هو الإسلام قديما، كان أعظم وأفضل. جميع السياح تدخل للمساجد. هذا مسجد النور العثماني، نفس الثريات، لكن الاختلاف الوحيد انه هذا اكبر بكثير من الاول، كبير جدا. واو، مسجد ولا أروع. كأنه قصر القصور، لكن هذه الامطار ما عليا غير نقول لكم الى هنا ينتهي الفيديو تاعنا، ونلتقي ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام.